شيخ مظهر شاهين، نعم. باعتبارك رجل دين وداعية، كيف تفسر حالة الشماتة والهجمة الشرسة دينيا لما يحدث في إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة يعني مسألة غاية في الغرابة، ومسألة محزنة إلى أبعد درجة. الواحد طول النهار عمال أتابع إخواننا على الفيسبوك، ردود أفعال غريبة جدا، أولا لا علاقة لها لا بالدين ولا علاقة لها بالفهم الصحيح للمشكلة اللي حاصلة وترتيب وللدين الإسلامي كمان نفسه الذي لا يشمت في أحد، وأولويات عداوتك. أولويات عداوتك. نعم. أولا من الناحية الشرعية اختلف العلماء هل يجوز الشماتة في العدو على رأيين، رأي أجاز ورأي قال لا، المسلم لا يشمت حتى في العدو، واستدلوا بحديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وإن كان حديث ضعيف ذكر في إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. إنما القضية قضية إنه اللي شمتان ليه؟ على اعتبار إن إسرائيل هي العدو الأول، وإن احنا ربنا عز وجل أنزل عليهم غضبه، وهذه هي النهاية لإسرائيل، وقاعدين نسقف ونهلل، وكأن منتهى يعني اللي نقدر نعمله دلوقتي إن احنا ندعي على إسرائيل. فده إنه تعبير عن العجز وتعبير عن قلة الفهم. هو وصل بنا الحال إن احنا كل اللي قادرين نعمله قاعدين على الفيسبوك نقول يا رب نزل بنزين على إسرائيل عشان تولع أكتر، يا رب الدنيا تمطر بنزين 95 زي ما بنشوف من الإخوة. يعني مش قادرين نعمل حاجة غير هذا الموضوع دلوقتي، منتهى العجز. رقم 2، السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، هل إسرائيل هي العدو الأول لمصر؟ من وجهة نظري أنا لا طبعا، مش العدو الأول لمصر. دي بؤر الحرائق اللي على الشاشة. اتفضل يا شيخ مصر. مش العدو الأول لمصر، ليه؟ هو عدو مهادن. يعني في فرق بين عدو محارب وفي فرق بين عدو مهادن. إسرائيل بالنسبة لنا بيننا وبينها معاهدة اسمها معاهدة السلام، بتجعله بالنسبة لنا عدو مهادن، في هدنة بيننا وبين بعض. نعم، بموجب الاتفاقية. بموجب الاتفاقية. هذه الاتفاقية تحول بينك وبين الشماتة فيهم. ده رقم 1. رقم 2، إذا ما كانش إسرائيل هو العدو رقم 1 زي ما أنا شايف كده، أمال مين العدو رقم 1؟ ده احنا وكستنا ده احنا في مصيبة سودة. ده أنا قاعد طول النهار أقول جاتنا وكسة احنا واللي معانا دول كلهم اللي مش فاهمين حاجة دول كلهم. هي إسرائيل دمرت لك أو عملت فيلم مسيء للجيش المصري زي ما عملت قطر؟ إسرائيل ذبحت أحد الشيوخ كده في سيناء على مرأى ومسمع الجميع زي ما عمل إخواننا بتوع بيت المقدس وبيت معرفش إيه وبيت إيه. هي إسرائيل باعت نسائنا في الأسواق زي ما شفنا اللي رافعين راية لا إله إلا الله وبيبيعوا نسائنا في الأسواق. إسرائيل ضربت لك السياحة زي ما قطر وتركيا تعاونوا وتأمروا عليك عشان يضربوا لك السياحة. مين العدو دلوقتي لمصر؟ مين العدو الأول لينا عشان نرتب أولوياتنا؟ وكنا نتكلم بصراحة ومحدش يزعل مني. لا محدش يزعل. مش معنى ذلك إن إسرائيل مش عدو، لا إسرائيل عدو، ونتمنى إن احنا في يوم من الأيام نحرر المسجد الأقصى ونعيده مرة أخرى إلى ملكية نعم. العرب والمسلمين والمسيحيين. إنما أنتوا سايبين أردوغان اللي ضرب لكم السياحة